Audio Jungle. هذا المخلوق المتوحش صياد الليل ومفترس البراري الذي نسجت حوله الكثير من الحكايات الغامضة، واشتهر في الحضارات القديمة بأنه نباش قبور البشر، حيث يتسلل إلى القبور بحثا عن جثث الموتى. لقد عاش هذا الكائن الوحشي هنا في الثغورة البرية على تخوم الصحراء الجزائرية لمئات السنين، وتراجعت أعداده بشكل كبير نتيجة الصيد الجائر والتغيرات الطبيعية والمناخية التي تعرضت لها المنطقة، مما أدى إلى اختفاء تماما عن الأنظار في الثغورة البرية منذ العام 1982 للميلاد، إلا أنه شوهد مؤخرا على مشارف غابات ولاية تيبازا. لقد كان ظهوره من جديد في البرية الجزائرية مفاجأة كبيرة لعلماء الطبيعة، حيث أنهم صنفوه في عداد المخلوقات المنقرضة. إنه الضبع المخطط النادر. فما هي حقيقة هذا المخلوق المفترس نباش القبور العائد من رماد الانقراض؟ هيا بنا إلى التفاصيل. أهلا بكم وكل التحية لحضرتكم. ما بين حجوط والناظور أكد غير واحد من سكان المنطقة أنهم شاهدوا حيوانا مخططا غير مألوف لديهم، تبدو على وجهه ملامح التوحش. لقد ظهر فجأة هذا الكائن الغامض ثم توارى بين الأشجار في غابة برويس، وكان شهود العيان قد أبلغوا جمعية الصيادين المحلية بهذا المخلوق ومواصفاته، فكلفت الجمعية فريق من أعضائها للرصد والتحري، ونجح هذا الفريق في أخذ صور واضحة لهذا المخلوق الذي تبين أنه حيوان الضبع المخطط المختفي منذ أكثر من 40 عاما، حتى كتب عند علماء الطبيعة من المنقرضين. وعلميا ينتمي الضبع المخطط إلى فصيلة الضبعيات، ومنه 5 سلالات فقط في العالم، أنظرها ضبع الثغورة البرية المخطط الذي يستوطن الغابات القريبة من التخوم الشمالية للصحراء الكبرى، وهو صياد ليلي يترصد فرائسه من الثدييات الصغيرة ويطارد الأرانب البرية ويفتك بها، كما أن قطعانه تهاجم الحيوانات الأكبر منه مثل الخنازير البرية والغزلان اليافعة والماشية والأنعام التي تسرح وترعى في حقول الفلاحين بالواحات. ومن سلوكياته الاجتماعية أنه عادة يحفر لنفسه جحورا ينزوي فيها نهارا، وهو يعيش في مجموعات عائلية صغيرة تتسيد المجموعة وتقودها الأنثى الأكبر سنا والأقوى جسدا، يكسوه فراء كثيف بني اللون ضارب إلى الرمادي مع خطوط سوداء على الظهر، يتراوح عددها ما بين 5 إلى 9 خطوط، وهذه الخطوط ممتدة إلى القوائم والجذع والرأس. والمدهش أن لونها يتغير بتبدل فصول السنة، وتكون الخطوط أدكن وأكثر وضوحا خلال فصل الصيف. وثمة لبدة متوسطة الحجم على العنق والكتف، وعندما يشعر الضبع بالخطر ينتصب شعره الطويل الممتد على هذه اللبدة، ويصبح حجمها أكبر بنسبة 83%. وفي دراسة علمية للباحث الفرنسي نيكولاس ماتيفون نشرت خلاصتها في صحيفة الليموند، أشارت إلى أن الضبع المخطط هو من الحيوانات الضحوكة، وضحكاته تكون على هيئة سهيلات أو بالأحرى قهقهات متتالية قصيرة وسريعة، وهي بمثابة لغة للتخاطب والتواصل فيما بينها عند رصد الفريسة والشروع في الهجوم عليها لاصطيادها. وكذلك تطلق هذه القهقهات بنبرة مختلفة عند التحذير من خطر قادم،
جدير بالإشارة أن عمر الضباع المخططة في البرية يتراوح ما بين 10 و12 عاما، وهي تتمتع بآذان قوية جدا، حيث تستطيع سماع أصوات لا تستطيع آذان البشر سماعها على الإطلاق، كما أن بصرها حاد في الرؤية الليلية، ولا يضاهيها كثير من الحيوانات البرية في قوة حاسة الشم من مسافات بعيدة. وفي الحضارات البشرية القديمة تظهر الضباع المخططة في الرسومات واللوحات الجدارية بشكل مخيف، مقرونة بعبارات التحذير والتخويف منها، كما أن كثير من مصادر التراث الشعبي تشير إليها باعتبارها مكون أساسي في أعمال السحر وطقوس الشعوذة، ونتيجة اصطيادها لهذا الغرض، حيث تباع أجزاء من أجسامها بأسعار مرتفعة، انخفضت أعدادها في البرية حتى صارت في عداد المنقرضين. وظهور الضباع المخططة في صحراء الجزائر اليوم هو خبر صار لعودة التوازن إلى الحياة البرية في هذه المنطقة الثرية بتنوع مخلوقاتها التي تتعايش معا. كل التقدير والاحترام لحضراتكم، وننتظر آراءكم وتعليقاتكم التي نعطيها كثير من الاهتمام، ولا تنسوا الدعم والاشتراك في القناة.